علاش كتكون تحطي في هذا الغلط ملي كتكون كتبروغرامي في الجافا سكريبت؟ ايرور مثلا اكس از نوت ديفاين، هو شنو المعنى ديالو؟ اوكي، اليوم ان شاء الله نشرح لكم السكوب في الجافا سكريبت اللي عنده علاقه بهذا الايرور. اولا غادي نعرفوا السكوب شنو هو. السكوب هو الطريقه كيفاش نقدروا ناكسيسيو على المتغيرات داخل واحد الكود. بمعنى اخر هو واحد القاعده اللي كتحدد كيفاش يمكن لينا نستخدموا المتغيرات في البرنامج، كيتوفر على 3 انواع اللي هما جلوبال سكوب، لوكال سكوب، نيستد سكوب. لوكال سكوب اللي كينقسم لجوج انواع، البلوك سكوب والفانكشن سكوب. اولا البلوك سكوب. البلوك سكوب قبل ظهور اكمان سكريبت 6 كان عند المتغيرات الجافا سكريبت نوعان اللي هما الجلوبال سكوب والفانكشن سكوب فقط، لكن بعد ظهور اكمان سكريبت 6 بان بما يسمى بالبلوك سكوب. بانوا بعض لي كيوردز جداد في الجافا سكريبت اللي هما الليت والكونست اللي كيتوفروا على البلوك سكوب. على سبيل المثال كما هو الواضح عندنا في الصوره هذه، في الداخل ديال الكيرلي بريسيس موجود عندنا اكس و ايكغيك، وكل واحد فيهم معرف بكيورد مختلف. مثلا في اكس عندنا الليت يتقال 10 والكونست ايكغيك يتقال 20. غادي نديرو كونسول لوغ لداخل الكيرلي بريسيس، يعني غادي نقدروا ناكسيسيو على هاد لي فاريابل، لكن خارج هاد الكيرلي بريسيس غادي نواجهوا واحد الخطا اللي هو الايرور x is not defined و error y is not defined. هذا هو الخطا اللي كنا تكلمنا عليه في اول فيديو واللي عنده علاقه بالبلوك سكوب، والسبب كيعود طريقه تخزين الجافا سكريبت للمتغيرات. يعني المتغيرات اللي كتكون يعني معرفه بالليت والكونست كيتم التخزين ديالها في واحد ذاكره منفصله عن منفصله عن النطاق العام. ثانيا عندنا فانكشن سكوب اللي خاص بالمتغيرات الموجوده داخل الداله كتنشئ واحد سكوب خاص بها، يعني ما يمكنش نوصلوا لذاك المتغيرات اللي داخل الداله. على سبيل المثال كما هو واضح في الصوره التاليه، عندنا فانكشن اكزامبل. في داخل الفانكشن اكزامبل عندنا جوج متغيرات اللي هما اكس و y. اكس معرف بالليت والايكغيك معرف بالفار. في داخل الفانكشن بغينا نديرو الكونسول لوغ الاكس، غادي ناكسيسيو على الفاريابل او على الفاليو ديال اكس لانه موجود لداخل الفانكشن كما كتشوفوا معنا الفاريابل انسايد فانكشن. لكن في الخارج ديال على برا ديال الفانكشن ما نقدروش ناكسيسيو على القيمه ديال اكس وايكغيك كما قلنا سابقا، على انه الفانكشن كتنشئ واحد السكوب خاص بها، يعني ما تقدرش تاكسيسي على اي نوع من الفاريابل. جلوبال سكوب هو واحد السكوب اللي نقدروا ناكسيسيو على اي فاريابل او لا فانكشن في جميع انحاء الكود. عندنا هذا المثال التالي، عندنا الجلوبال فار معرف بالكيورد فار، القيمه ديالته احمد. عندنا فانكشن اكزامبل اللي داخل ديالها عندنا واحد الكونسول لوغ ديال داك الجلوبال فار، غادي نديروا واحد الكول لهاد الفانكشن، غادي نشوفوا اننا عطاتنا فاليو ديال احمد. نفس الشيء كينطبق على كيورد اللي هي الكونست كما في هذا المثال هذا. كتشوفوا نقدروا ناكسيسيو لهاد لي فاريابل من اي بلاصه بغينا في داخل الفانكشن ولا خارج الفانكشن. نيستد فانكشن كاين فانكشنز اور بلوكس كتكون متداخله مع بعضياتها. كيمكن الانر فانكشن توصل لي فاريابلز الموجودين في اوتر فانكشن، ولكن الا بغينا نطبقوا هذه القاعده ما نقدروش من اوتر فانكشن لانر فانكشن باش ناكسيسيو لي فاريابل. هادو فانكشنز الاولى اوتر فانكشن والثانيه هي انر فانكشن اللي كتحمل فاريابل انر فار. هاد الفانكشن كاينه وسط الاوتر فانكشن، كتسمى هاد العمليه بالنيستد فانكشن، يعني فانكشن وسط فانكشن. اوتر فانكشن عندنا فاريابل باسم اوتر فار حاولنا ناكسيسيو عليه هو انر فار داخل في انر فانكشن، النتيجه قدرنا نوصلوا الفاليو ديالو. لكن الا حاولنا نعيطوا انر فار خارج انر فانكشن وداخل ديال اوتر فانكشن ما نقدروش، لانه كاين انر فانكشن كما قلنا قبل ان الليت والكونست كيحترموا البلوك سكوب. كخلاصه لهذا الفيديو حاول تخدم بالليت اند كونست وبعد على الفار. يفضل تعرف الفاريابلز داخل اللوكال سكوب اي داخل فانكشنز او البلوكس باش تجنب المشاكل. هنا نكونوا قد وصلنا لاخر فيديو، كنتمنى يعجبكم الشرح. الا بغيتوا المزيد من الشروحات خليو لي ميساج تحفيزي في لي كومونتير وتبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وشكرا بزاف.